هنا الإسكندرية. يا قلبي روح لمكة وشوقك سابق العين، ده المصري هو اللي عمر ووسع الحرمين. أحمد باشا حمزة وزيرنا مصري أصيل، نور مقام النبي ومسجد نبينا الأمين. جت مصر عملت تكية وكمان عملت سبيل، وبعتت للكعبة كسوة هدية المصريين. وسمعنا صوت الست بتقول بلحن جميل، القلب يعشق لبيرم بيهز فينا حنين. وثلاثية صالح بتوصف لهفة العابدين. هاجر المصرية أم نبينا إسماعيل، عزمتها تعلم لحد يوم الدين. وفي كل ركن في مكة لمصر حق أصيل. أبو العرب ده حفيدنا وجد نبينا الزين. مصر في الليالي العشر. كلمات المقدمة إهداء الشاعر مدحت يوسف. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود. التقديم رامي محفوظ. أماني أبو السعود. ويحكي التاريخ حكايات من سيرة الأجداد. وحكايتنا النهاردة عن إيه؟ رسومات الحج على الجدران. رايحة فين يا حاجة يا مشة لطيفة؟ رايحة فين يا حاجة يا مشة لطيفة؟ رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. مع بداية موسم الحج دايما بنفتكر الرسم على جدران البيوت في الحارات والشوارع المصرية. ولعشرات السنين احتفظ المصريون بعادات وطقوس ارتبطت بمظاهر الاحتفال بالعديد من المناسبات، وتحولت إلى موروث ثقافي. من أشهر هذه العادات والطقوس التي ارتبطت بأهل الصعيد والريف المصري عند استقبال العائدين من الحج هو الرسم على الجدران، احتفالا وإعلاما برجوع وقدوم الحجيج من الأراضي المقدسة بعد رحلة حج بيت الله الحرام. ابتكر الفنان الشعبي المصري مظاهر عديدة للاحتفال برحلة الحج، منها تزيين الحوائط الخارجية بعبارات ورسوم أصبحت بمرور الوقت أيقونات ثابتة بتعكس ثقافة المجتمع. وكانت هذه الرسوم من أهم العادات اللي بتستقبل الحجاج عند العودة إلى بيوتهم. كانت الرسومات بتعبر عن فرحتين: فرحة أداء الفريضة وفرحة العودة إلى الديار، وهي عبارة عن رسوم للكعبة المشرفة وأشخاص بتسجد وتصلي وتطوف، وأحيانا رسومات لوسائل النقل زي الجمال والسفينة والطائرة. وكمان عبارات شهيرة زي حج مبرور وذنب مغفور، لبيك اللهم لبيك، مبروك يا حج. وكمان بعض الآيات القرآنية الخاصة بالحج أو برسم بيت الله الحرام والمناسك المختلفة خلال أداء فريضة الحج. صلي على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي 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 على سيدنا النبي جد الحسن، جد الحسن وتملى في الوجه الحسن، وجهه حسن على النبي. صلي صلي سبحانه من خلق العيون الواسعة، الواسعة والجبهة شمس وساطعة، والكحل رباني ولايق في الرموش، والنني ليل النني ليل مهما سهر فيه الأحبة ما يشبعوش. صلي صلي على سيدنا النبي جد الحسن، سيدنا النبي جد الحسن.
وكانت رحلة الحج صعبة وشاقة إلى بلاد الحجاز، وكانت محاولة تسجيل وقائعها أمر هام وفخر بين المقربين بأداء مناسك طاعة الله والتبرك بها في حياتهم. من جهة تانية ممكن تكون رحلة الحج هي الرحلة الوحيدة خارج القطر المصري، فكان الرسم مهم جدا لتوثيق الحدث. قبل انتشار صور الحج وبيت الله الحرام على الميديا أو قبل عصر التكنولوجيا، كان الحاج بيحكي بعد ما يرجع من رحلته والفنان يرسم ليتمتع الجميع بما رآه الحاج في رحلته. في مصر ظهرت موتيفات أو وحدات زخرفية وطرق للخط والكتابة المختلفة، لغاية ما أصبح لهذا النوع من الفن متخصصون وغالباً خطاطون، وبتظل هذه الرسوم شكل من أشكال فنون المصريين الفطرية في قرى الصعيد والمحافظات المختلفة، وتظل حتى الآن معرض مفتوح بتتكلم عنه جدران قرى مصر ومناطقها الشعبية، توثق الرحلة وتبارك للحجاج وتخليها طقس يومي للفرح. قولوا بسم الله والصلاة على النبي، قول يا محلاها دي ليلة النبي. قولوا بسم الله والصلاة على النبي، قول يا محلاها دي ليلة النبي، وشفيعة وضميني يا نور النبي. قولوا بسم الله والصلاة على النبي، قولوا يا محلاها دي ليلة النبي. قولوا بسم الله والصلاة على النبي، قولوا يا محلاها دي ليلة النبي، شفيعي وضميني يا نور النبي. حلفتك يا ليل لا تطول والنبي، أمانة يا ليل ده سهرنا للنبي. حلفتك يا ليل لا تطول والنبي، أمانة يا ليل ده سهرنا للنبي، قمرك وضياءك من نور النبي. بسم الله والصلاة على النبي، قولوا يا محلاها دي ليلة النبي. قولوا بسم الله والصلاة على النبي، قولوا يا محلاها دي ليلة النبي، شفيعي وضميني يا نور النبي. ومن الغريب عدم وجود فن الرسم لرحلة الحج في أي دولة أخرى في العالم الإسلامي غير مصر، وبكده نقدر نقول إن فن رسوم الحج فن مصري خالص. ويفضل جدار الزمان يحكي حكايات من سيرة الأجداد. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود. التقديم رامي محفوظ. أماني أبو السعود.